بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وسعادة ان شاء الله. انا جبت كيلو قوانص، ما يجيش حق ربع كيلو لحمة يعني زي ما انتوا عارفين. ونضفته كويس ونقعته بالملح والخل والليمون كده. اللهم صل على النبي. وبعد كده غسلته كويس وحطيته على النار. استوى يعني مش استوى قوي يعني اهو حلو. وبقطعه تقطيعه، بصوا قد ايه رفيع خالص اهو. هكمل تقطيعه ونعمله وهقول لك نعمل ايه دلوقتي. شايفين حبايبي حلاوة بقى القوانص؟ انك انت مش بتحتاجي سمنة خالص. اه شوفوا خرجين سمنة قد خرج سمنة قد ايه. طبعا انا مش هاخد السمنة دي كلها. شايفين شلت قد ايه يا حبايبي؟ وحطيت حبة صغيرة عشان خاطر ما تخرش معايا ما في العجين. اه زي ما انتوا شايفين كده حطيتها على النار اهي. واحط البصلة الاول. القوانص طبعا مستوية اهو. كيلو بصل على كيلو قوانص. اصله بيدبل يعني مش بيستنى زي ما هو كده. هيدبل خالص لما يعني هسيبه شوية يدبل. احط له شوية الملح والفلفل الاسمر يدبل واقلبه. اه حبايبي الملح والفلفل الاسمر حطيته. شوفوا ما فيش سمنة يعني حاجة بسيطة خالص. من من اللي نزلته بتاع ده الإدام اللي نزلته القوانص. يعني هنا كمان هتوفري في حكاية السمنة. لا تحطي سمنة ولا زيت اهو. شايفة؟ شوحيها كده لحد ما يدبل. كيلو بصل على ما يجيش كيلو يعني، هو كيلو الا حاجة بسيطة كده على كيلو القوانص. احشي بقى اي حاجة. شايفة والله عاملة زي اللحمة بالظبط. بص منظرها. واحدة مرقة دجاج. شايفين صور جميلة ازاي؟ هتحطي واحدة مرقة دجاج بس فوقيها كده عشان لما تيجي تفضيها. والفلفل بقى اهم حاجة. اهم حاجة في الموضوع. الله يكتر لك العملية. بصي قرن فلفل كده ملون كده ولا اخضر اي حاجة. انا حاطة عليها من اللي هو الحامي ده كم قرن عشان احنا بنحب الحاجة حامي. احشي بيها بقى جلاش، فطاير. بصي اي حاجة عايزة تتحشى باللحمة اعمليها. هيقولوا لحمة مش هيقولوا قوانص. وبعدين ايه يعني ده جميلة احلى بتبقى عاملة زي الكلاوي بالظبط وانتي بتاكليها. طعمها بيبقى جميل. والله بتبقى عندي احلى من اللحمة المفرومة. تبقى اطعم. اه سيبها بس تتشوح تدبل بس كده شوية. شايفة يا حبيبتي انا مش عايزاها محمرة علشان ما تحرقش على الصدر. هحط القوانص بقى كلها كده ايه عليها. بس اللهم صل على النبي يعني هم شوية حلوين. هتقلبي كله مع بعضه كده. وحطيت واحدة مرقة الدجاج معاهم اهي. هتسيح دلوقتي. وطبعا الملح والفلفل الاسمر وبس، ما تحطيش اي حاجة تانية. انا بحط كمون ولا بحط حاجة تانية. خلاص هو كده. بص القوانص كتير عن البصل كمان اهو. اهو شايفة؟ لان البصل دبل كله هو والفلفل. بص عملية الحشو قد ايه. في الوقت ده بقى تحطي معلقة واحدة صلصة اهي. صلصة من اللي انا عاملاها. بتطعملك بقى الخلطة بتخليها ايه تبقى عسل كده. هقلبها بقى كده واشوحها كويس واطفي عليها. تعالوا بقى يا حبايبي ايه احط كيلو دقيق كده واعجنه. هعجنه ايه عجنه مظبوطه. يا دوبك هتحطي شويه ملح مش هتحطي زياده عن كده. احط الميه واعجنه ان شاء الله. وانا حطيت البتاع التاني يبرد. طفيت عليه خلاص الخلطه وخلاها تبرد. ودلوقتي هعجن شويه ايه العجين دول. شايفين حبايبي عجنته اهو. بصوا الكروانه نضيفه ازاي ولكنها معجون فيها خالص. ليه؟ لان عجنته كويس. لو عندك عجانه بقى ما هتتعبي نفسك. لكن انا عجنته على ايدي زي ما انتوا شايفين. خد اكتر من بتاع 10 دقايق عجين عشان يبقى بالشكل ده. لان عجينه الفطير لازم تبقى معجونه كويس ومعلهاش حاجه خالص غير هو الملح. لا زيت بقى ولا اي حاجه. انا اغطيها. شايفين حبايبي العجين رفع اهوت وببططه. شايفين بيتسحب ازاي عشان سيبته يرفع شويه اهو. شايفين في ثواني هتبص تلاقي نفسك عملتيها اهي. امسكي الحرف كده اهو. اهو كنت توسعيها خالص اهو. شايفه؟ شايفه خفيف خالص ازاي اهو. بس لازم تسيبيه يرفع.
لو ما سبتوش يرفع مش هتعرفي تبططيه كده، ولو حته اتقطعت منك بسيطه يعني عادي مفيش مشاكل. شايفه حبيبتي اهو، شايفه جميل ازاي؟ اتفرجي بقى على جمال. بص خفيف خالص ازاي اهو، رشه بسيطه كده، متحطيش سمنه ياما اهو. بتمسكي تتنيه كده وبتتني الحرف التاني كده عليه اهو، ترجعي تاني تتني كده وتتني دي كده. تمام. وهتحط بقى القوانص دي اللي انا عاملاها اهي، اهي في النص كده اهو. شايفه؟ لما صلي على النبي. هتاخدي الطرف ده تعمليه كده والطرف ده كده اهو كده، سهله خالص. وتسيبيها لما ترفع بعدين هتتبطط. شايفين سهله ازاي؟ ما فيهاش اي صعوبه اهي. اهي عشان السمنه باينه من هنا اهي، واهي خلاص. ما تخليهاش باينه منها حاجه خالص اهي. هتشيليها كده لما ترفع خالص برضو تروح هنبططهم واوريكي تعملي ايه. واحده كمان اهي يا جماعه، شايفين؟ بصوا جمالها اهو. تفرديها كده اهو. بصي انا بحط السمنه ياما، خلي بالك انا يا دوبك بوصفها بس. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انا عاملاه النهارده. بصوا عندنا هنا عايزين ياكلوا كل يوم البتاع دي، احنا بنعملها كل اسبوع مره على فكره، يعني هما بيحبوه على طول كده. وبعدين بيني وبينكم والله موفر وحلو، سهل وسريع وموفر. متخليش الحروف تخينه خالص اهو. افرديها على قد ما تقدري. شايفه السمنه اللي بحطها قد ايه؟ رشه، مفيش غيرها اهي. بتتنيها كده والتانية عليها كده، سهله جدا اهو. برضو مطرح ايد اهو ما بحط السمنه تاني اهو. شايفه حبيبتي؟ يا دوبك ندعك كده خلاص. بحط القوانص اهو. شايفه القوانص جميله ازاي وياما لما صلي على النبي كتير ازاي. وتاخدي الحرف ده تحطيه كده، والحرف ده كده، وده كده، وده كده. خلاص سيبها بقى لما ترفع هي بقى هتطرى لوحدها، تروحي مبططاها بس كده. شايفين حبايبي دي بقى ايه؟ انا شلت كام واحده كده اعمل لهم بايه ابني جايب تفاح بصوا تفاح شكله ايه، رفيع خالص. قلت له والله لو واخده منه شويه وعاملاهم بالقرفه وهحشي بيهم كام واحدايه كده. شايفين اهو؟ اللهم صل على النبي. هتعجبكم قوي بالقرفه دي، تفاح بالقرفه يا سلام. الفطير بالقرفه عسل. بتتنيها كده بس بتحطي ندى زيت، ما تكتريش، ما تكتريش سمنه اهو. شايفه كالعاده. وبتتني التانية برضو كده عليه زي الظرف بالظبط. وبتمسكي بقى ايه عملها بالقرفه ايه. احط كده معلقه، عليها معلقه، قطعته كده حتت صغيره، ورحت حاطه عليه شويه سكر ومعلقه قرفه صغيره. اتفرجي بقى بيبقى طعمه جميل قوي والله. جربيه كده الفطير بالقرفه ده هيعجبك قوي. تتنيها بس كده اهو زي التانية بالظبط اهي اهي. شايفه حبيبتي؟ سيبيها بقى كده، اعمليها كده وسيبيها. هي بقى ايه بعد كده هتطرى خالص، تعرفي تبططيها تبقى ايه سهله في التبطيط. بالقرفه اهوت وبالتفاح جميل قوي، هيعجبك قوي. اعمل لك واحده كمان ولا كده شفتيه اهو؟ شايفين حبايبي؟ لسه مطلعاه من الفرن اهو. شايفين جماله؟ بصوا بصوا منظره حلو ازاي. بصوا شايفين؟ عشان تبطيطه حلو. بص من تحت شكله ايه. شايفينه؟ حبة البركة عليه، ولا حطيت له بيض ولا حاجة. خلي بالكم انا دهنت وشه باللبن بس، ورحت احط عليه السمسم وحبة البركة. بصوا جميل ازاي. فطير بالقوانص، احلى فطير واطعم فطير. القوانص عاملة زي الكلاوي بالظبط. هطلعه كله واوريه لكم. بصوا عملت 20 فطيرة من دي، جميلة قوي، كفينا وزيادة. بصوا اللهم صل على النبي، حلوة قوي.
ولا ريحته في منتهى الجمال وسهل خالص، مش بياخد منك وقت وانت قاعدة كده تعمليه. اه هطلعه في الصينية عشان يبرد واحط غيره. الجمال بصوا الجمال، بصوا اللهم صل على النبي. بصوا، ارفع ايدك لفوق شوية، شايفين؟ ده عاملاه بالبتاع دي، بالتفاح والقرفة. بصوا خفيف ازاي، بصوا ريشة ازاي، بصوا مفهوش. وقطعت لكم واحدة هي تشوفوها. ده من كيلو وربع دقيق كل ده. بصوا من جوه، اللهم صل على النبي، سخنة لسه بارد، لسه مطلعاه من الفرن. شايفين التفاح؟ بصوا جماله. بس المفروض يترش عليه سكر، بس هو انا اكتفي بالسكر اللي جوه التفاح ده. شايفينه جماله ازاي؟ وادي دول اللي بالتفاح من غير سمسم، وكله بحبة البركة والسمسم. شايفين جماله؟ بصوا شايفين؟ ايه رأيكم بقى؟ شوية فطير عسل ومش متكلفين حاجة، وكلهم شوية قوانص، كيلو قوانص. بصوا عم الله فضل منه شوية كمان. شايفين اهو؟ شايفين قد ايه؟ لما صلى على النبي ياكل عيلة بحالها اهو. كيلو وربع دقيق عملت بيه ده كله. اه شايفين حبايبي؟ بصوا اللي بالتفاح عسل، اعمليه بالتفاح كده بيبقى جميل والله العظيم، احلى. شايفين جماله؟ بصوا اه من بعيد اهو. ايه رأيكم؟ الكهرباء قطع عندي اصلا، عشان كده انا بصور والله العظيم بالفلاش. شايفين؟ يلا اعملوا لايكات بقى وشير وخلوا اصحابكم يشتركوا يا جماعة والنبي عشان خاطري. ده انا امكم برضو. بصوا جماله، بصوا اللهم صل السمسم وحبة البركة عليها اهو جميل. دهنت وشه باللبن بس ما بحطش بيض. اهو شايفين التاني اهو؟ شايفين عمل قد ايه؟ 20 فطيرة. 20 فطيرة بكيلو وربع دقيق. بصوا الفطيرة تشبع ما شاء الله يعني. بس افرديه، الفرد بتاعه سهل مش صعب. وكلها كوباية سمنة على زيت اللي انا فردت بيه. يعني ما خدت السمنة كتير كمان، بس خدت الشوية اللي كانوا فاضلين من القوانص اللي هو الدهنة دي. السمنة اللي في القوانص بتبقى فيها سمنة كده. شايفين جمالها؟ بصوا والله عسل. ولا ريحته؟ والله لو قاعدين هنا شامين ريحته بقى تعجبكم قوي. اهو يا حبايبي اعملوه كده وتهنوا. يلا حبايبي، شير واشتراك بقى، الله يخليكم. خلوا اصحابكم يشتركوا كده، وخلوهم يشجعونا شوية يعني. يلا حبايبي، مع ألف سلامة، مع السلامة حبايبي.